الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيقول لك أعلى 10 سلع استوردتها مصر في أول 10 شهور من سنة 2022، بما في ذلك ارتفعت الواردات الإجمالية في مصر الفترة دي إلى 80.7 مليار دولار، يعني أعلى من نسبة الفترة دي في سنة 2021. إجمالي الواردات تساوي 72.6 مليار دولار. الفارق ما بين الفترتين يساوي 8.1 مليار دولار. فهمت حاجة ولا لسه بتحسبها؟ تعال بقى نشوف ايه هم ال10 سلع دول. رقم 1 يا سيدي، منتجات البترول، ودي بقى كانت بحوالي 6.1 مليون دولار. رقم 2 مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.6 مليار دولار. رقم 3 لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.1 مليار دولار. حد ممكن يسأل ايه هي اللدائن دي؟ أقول لك يا سيدي، دي عبارة عن ايه؟ مواد مصنعة أو شبه مصنعة من البوليميرات العضوية ذات خصائص متنوعة. رقم 4 البترول الخام بقيمة 3.9 مليار دولار. رقم 5 مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.4 مليار دولار. رقم 6 وده الأهم بقى، قمح بقيمة 3.4 مليار دولار. أنا بستغرب ليه نستورد الكمية دي كلها وإحنا بنزرع أصلا. رقم 7 أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.2 مليار دولار. حتى العلاج بنجيبه من بره مصر. رقم 8 ذرة بقيمة 2.8 مليار دولار، وبكده نبقى بنستورد القمح والذرة. رقم 9 فول صويا بقيمة 2.4 مليار دولار عشان نعمل بيه لحمة مفرومة. رقم 10 سيارات ركوب بقيمة 1.6 مليار دولار. وبكده نكون جمعنا ليكم أعلى 10 سلع استوردتها مصر في أول 10 شهور سنة 2022. لو مهتم اعمل سبسكرايب واستناني عشان أعمل لك فيديو جديد.